السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معي شرح طريقة عمل الفورمات للآيفون أو للآيبود أو للآيباد، كلها نفس الطريقة. طبعا في طريقتين، الطريقة الأولى عن طريق الجهاز نفسه بدون استخدام كمبيوتر، والطريقة الثانية عن طريق استخدام الكمبيوتر. بشرح لكم الآن طريقته عن- بدون استخدام كمبيوتر. كل اللي عليك بتدخل إعدادات، بعدين بتدخل على عام. طبعا الجهاز عندي إنجليزي بس أنا جالس أقرأ لك بالعربي. بعد ما تدخل على عام بتنزل آخر شيء اللي هو إعادة تعيين، بعدين تيجي على آخر ثاني خيار اللي هو مسح كافة محتويات الجهاز. هذه هي الطريقة. بيطلب منك الرقم السري حق الجهاز. طبعا لو ناسي الرقم السري حتضطر انك تفرمته عن طريق الكمبيوتر. قبل كل شيء تتأكد من حساب الاي كلاود، تدخل عليه وبتسوي تسجيل خروج ومسح البيانات، او تطفي اللي هو فايند ماي ايفون. هذا الخيار تطفيه. بيطلب منك الرمز حق الاي كلاود، وبعدها بيبدأ عملية الفورمات. طبعا عملية الفورمات بالنسبة من داخل الايفون او الايباد او الايبود بيفرمت على نفس اصدارك اللي موجود على الايفون، يعني ما بيحدث. لو اصدارك مثلا 9.0، لما بتفرمت من نفس الجهاز برضو مع الفورمات، بعد الفورمات بيجيك الاصدار 9.0. لو فرمت عن طريق الكمبيوتر بيحدث لك لاخر اصدار. مثلا لو اصدارك 8.0 بيجيب لك اصدار 9 اللي هو اخر اصدار بيكون نازل. هذه هي الفرق بين الاثنين. طبعا الفرق الثاني انك لو سويت الفورمات عن طريق الكمبيوتر، ينفعك لو كان معلق على التفاحة، ينفعك لو كان ناسي الرقم السري، غيره تقدر تفرمت على الكمبيوتر، لكن غير كده ما تقدر تفرمت عن طريق الكمبيوتر. طيب، طريقة الكمبيوتر كل اللي عليك انك بتحمل برنامج الايتونز. لو ما هو عندك هذا هو البرنامج. لو ما هو عندك بحط لك الرابط اسفل الشرح في اليوتيوب. هذا هو الرابط. بيفتح لك الصفحة هذه، بتضغط داونلود ناو أو تنزيل الآن أو تحميل الآن. بينزل لك برنامج الايتونز، بتثبته. بعد ما بتثبته بتفتح البرنامج. أول ما تفتح برنامج الايتونز عندك بتشبك جهازك اللي هو الايفون أو الايباد أو الايبود بالسلك. بعد ما تشبكه بتشوف جهاز الايفون حقك أو الايبود أو الايباد. أنا جالس أشرح بالتفصيل للمبتدئين، فلا يجي احد يقول لي صوتك يجيب النوم، ولا احد يقول لي صوتك يجيب الطفش وضيعت لنا 10 دقائق من وقتنا. تضغط علامة الجهاز، شوفها إن كانت على اليمين أو على اليسار لو كان جهازك بالعربي. أول ما بتضغط علامة الجهاز بتضغط هذا الخيار ريستور ايفون. أول ما بتضغطه بيحمل لك آخر إصدار وبيسوي لك عملية الفورمات. طبعا زي ما قلت لكم عملية الفورمات بتمسح كافة بيانات الجهاز، يعني بيرجع الجهاز كأنك توك فاتحه من الكرتون. لو حابب تاخذ نسخة احتياطية بتضغط هنا باك اب. بعد ما تسوي الريستور اللي هو الفورمات بتسوي ريستور فروم باك اب اللي هو ارجاع النسخة الاحتياطية. هذا كل الشرح اللي عندي اليوم. هذه مواقع التواصل، لا تنسون من السبسكرايب واللايك على المقطع، ويعطيكم الف عافية.